عمرك حسيت إنك فاضي من جوه؟ كل يوم بتصحى وتروح شغلك أو دراستك وإنت مش حاسس بأي حماس؟ بتحس إنك بتشتغل أو بتذاكر على وضع التيار الآلي؟ ممكن تكون بتعاني من حاجة اسمها الاحتراق النفسي. إيه هو الاحتراق النفسي؟ هو حالة من التعب النفسي والعقلي والجسدي، بتحصل لما الضغط اللي عليك يزيد عن طاقتك لفترة طويلة، تحس إنك مش قادر تكمل، لا جسدياً ولا نفسياً، وكأنك مطفي من جوه. أسبابه الأول ضغط الشغل أو الدراسة المستمر بدون راحة. الثاني توقعات عالية من نفسك أو من الناس حواليك. الثالث انعدام التوازن بين الشغل والحياة الشخصية. الرابع قلة النوم والتغذية السيئة. 5. الإحساس بعدم التقدير مهما عملت. أعراضه إرهاق مستمر حتى بعد النوم، فقدان الشغف بأي حاجة، سرعة العصبية أو الانفعال، إحساس بالإحباط أو الفشل. إزاي تتعافى منه؟ 1. اعترف بالمشكلة. أول خطوة إنك تعرف إنك محروق نفسياً. 2. خد فترات راحة منتظمة حتى لو قصيرة. 3. مارس نشاط بتحبه، حاجة ترجع لك الطاقة زي الرياضة أو الهوايات. حط حدود، اتعلم تقول لأ لما تحس إنك مضغوط زيادة. حافظ على صحتك الجسدية، أكل صحي، نوم كافي، شرب مياه. اطلب دعم، اتكلم مع صديق أو متخصص. الاحتراق النفسي مش ضعف، هو إشارة من جسمك وعقلك إنك محتاج توقف وتعيد شحن نفسك. اوعى تستهون بالإشارات دي، لإنك أهم من أي شغل أو دراسة. خد بالك من نفسك عشان تكمل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في فيديوهات تانية عن علم النفس. سلام.